السلام عليكم. النهاردة بقى هنعمل كفتة الفراخ زي ما انتم شايفين كده، طرية واخدة لون حلو قوي من بره. طعمها يجنن. وطبعا لو اتشوت طبعا على الفحم تبقى احلى بكتير، بس انا عملتها في الفرن. تعالوا نشوف الطريقة. اول حاجة بقى عندي خضار كده مشكل زي بصل وفلفل رومي وفلفل حامي اخضر. هحط كل دوت في الكبة. طبعا البصل بصلتين بقى كبار، او حسب انتي عاملة. انا عاملة كيلو فراخ بانيه، ولو اتعملت بقى كمان مع وراك بتبقى جميلة. هاخد بقى الكلام ده كله وهصفيه كويس قوي 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 من المية بتاعته. افضل كده ادوس عليه لغاية ما ينزل كل المية. هجيب بقى الفراخ بتاعتي البانيه. زي ما قلت لكم، لو في كمان وراك يكون حاجة جميلة جدا احسن يعني. بس انا للاسف ما كانش معايا، ما عندي غير الصدور. هفرمها مع دهن. بجيبه من الجزار، بقوله عايزة دهون اللي هي بتبقى جامدة دي، وبفرمها في الكبة معاهم. هفرم بقى كل الكلام ده ناعم جدا لغاية ما يبقى معايا زي امسك العجينة كده الاقيها بتخيط زي ما بقى اللحمة المفرومة زي ما بتعملوها كده. هاخدها بقى في الكبة عندي كده لغاية ما اتفرمت زي ما انتم شايفين كده كله مع بعض. بصوا. بعد كده بقى احط التوابل بتاعتي، ودي اختياري، بس انا حاطه فلفل وملح وبابريكا وسبع بهارات وتوم باودر وبصل باودر ومعلقه دقيق عشان تمسك بس ايه الكفته بتاعتي. بعد كده هضرب بقى كل التوابل مع الفراخ تاني علشان تمتزج مع التوابل كلها تبقى مع بعض. هضرب بالكبة زي ما انتم شايفين كده، واتأكد ان كل التوابل والدقيق، لو حسيت ان الفراخ لسه ما مسكتش بضيف برضو معلقة من الدقيق تاني. بعد كده بقى بعد ما ضربت الحاجات بتاعتي في الكبة، هجيبها بقى وزي ما انتم شايفين كده كل التوابل مزجت مع بعض. هحطها بقى في طبق، وهجيب بقى البصل والفلفل اللي انا كنت ضربته وصفيته من المية، وهحط شوية بقدونس. وكمان بقى هقعد اعجن الكلام ده كله، الفراخ والخضار مع بعض كده علشان يمتزجوا مع بعض. وبعد كده بقى احط عليها بلاستيك كده من فوق، وهسيبها في التلاجة من ساعة، من نص ساعة لساعة عشان تتشمع. بعد كده بقى هجيب طبق فيه مية، والسياخ بتاعتي هحطها في مية عشان الخشب ده ما يتحرقش. بعد كده بقى هجيب وهصبع معايا، احط ايديا الاول في المية، وبعد كده هقوم اصبع على لو العيدان زي ما انتم شايفين كده رفيعة، ممكن تعملوها على 2. المية عشان ما تلزقش في ايديا، وكمان بتتشكل احسن. كل ما تعملوا واحدة حطوا ايديكم في المية وبعدين شكلوها لغاية ما تخلصوا الكمية بالمنظر اللي انتوا ايه شايفينه ده. انا هحط ايديا في المية وبعد كده هصبحها على العيدان الخشب، وبعد كده هخلص كل الكمية بتاعتي زي ما انتوا هتشوفوا كده. دي الكمية اللي عملت. طبعا كل ما بخلص حبة بحط من البلاستيك علشان ما يلزقوش مع بعض. بعد كده بقى زي ما انتم متعودين، انا بحب اشوي في الصينية ديت اللي هي الصينية من فوق والشبكة عليها. هحط مية سخنة في الصينية، وبعد كده بقى هرصص الفراخ بتاعتي على الشبكة. اولا الطريقة ديت بتخلي الحاجة بتبقى طرية، ما بتنشفش قوي مهما قعدت في الفرن. وبعد كده بقى رصصت زي الفراخ زي ما انتم شايفين كده، هدخلها الفرن. وبعد نص ساعة كده لما الفراخ تتشمع كده شوية تنشف كده، هجيب بقى الصوص اللي انا طلعته فاكرينه من الخضار، هحط عليه كاتشب وصويا صوص وخل ودبس عنب. انا حطيت دبس عنب لاني بصراحة ما عنديش دبس رمان، وزيت. وهقلب كل الكلام دوت، وهحط بقى على الفراخ بعد ما تتشوي لغاية ما تستوي زي ما انتم شايفين بالمنظر الرائع ده، طراوة من جوه واللون حلو قوي من بره. طبعا عملت جنبيها بابا غنوق، وعملت كمان سلطة طحينة، عملت لكم فيديو بيهم.
وما تنسوش تقولوا لي ايه رأيكم والطريقة عجبتكم. يا رب تكون عجبتكم، اكتبوا لي في الكومنتات. ما تنسوش لايك وسبسكرايب. باي باي.